السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا زي ما واضح قدام حضراتكم موجود عندنا بطمس زهرة الربيع. ده طبعا بطمس مصري صالح لجميع الأغراض الزراعية، سواء خضرة أو فاكهة أو زينة. طبعا زي ما واضح قدام حضراتكم زارعين فيه شتلات زينة في البطمس، حاجة بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا ضايفين عليه على البطمس نسبة من الرمل لما جينا نزرع، ونسبة بسيطة من الرماد، حاجة بسم الله ما شاء الله عليه زي ما واضح قدام حضراتكم كده. طبعا زارعين فيه حاجات كده معقلينها زي ما واضح قدام حضراتكم. صبار جلد النمر ده زي ما حضراتكم عارفين في طريقة الزرع بيتم قصه وبيبدأ يتزرع. فطبعا زي ما واضح قدام حضراتكم في البطمس حاجة بسم الله ما شاء الله مطلع خلف معانا بالطريقة دي. وطبعا دي بذور نخل برحي رامينها برضو في البطمس كده، طالعة بسم الله ما شاء الله عليها زي ما واضح قدام حضراتكم كده. طبعا مزروعة في البطمس زي ما واضح قدام حضراتكم كده. طبعا ده حاجة بسم الله ما شاء الله عليه. التربة خفيفة طبعا، وسهل ان الجذور تمشي فيها وتنمو بطريقة سريعة زي ما واضح قدام حضراتكم كده. ده يعني كده يعتبر مزروع في بطمس صافي، ما ضفناش عليه اي حاجة. ده البطمس الموجود عندنا. طبعا البطمس ده متعالج متعالج ومطهر من الفطريات، صالح لجميع الأغراض الزراعية زي ما واضح قدام حضراتكم. كمان مزروع فيه بذور اهو، حاجة بسم الله ما شاء الله عليها يعني زي ما واضح قدام حضراتكم كده. صالح للبذور والتعقيل والشتلات وزينة وخضار، شغال كل حاجة مفيهوش أي ضرر. طبعا صالح للخضار برضو، دي برضو بذرة خس برضو طالع شغال فيها مفيهوش أي مشكلة. طبعا الناس اللي بتحتاج كميات من البطمس ده، واشكر كل الناس اللي شرفتني واتعاملت معايا، وطبعا اتمنى ان الناس كلها تستخدم البطمس ده. طبعا حاجة بسم الله ما شاء الله عليها. هسيب رقم تليفوني في عنوان الفيديو. طبعا في تواصل للكميات لأي مكان في مصر. وطبعا اشكر الناس السودانيين اللي شرفوني وخدوا البطمس ده وصدروه السودان واشتغلوا بيه هناك وشكروا فيه جدا. وعلشان مطولش على حضراتكم اكتر من كده اكون خلصت الفيديو معاكم. يا رب يعجبكم والكل يستفيد ولو بمعلومة بسيطة. ولو حد عايز اي استفسار يتفضل يكلمني، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.